السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب انو كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى تشوفوا لا فيديو تاع النهار اليوم جيتكم بوصفه جديده كالعاده اللي كنت شاركتها معكم في الانستغرام وفي التيك توك، وقلت اليوم نعاود نحطها لكم بطريقه مفصله في اليوتيوب. هذه الوصفه على بالي طولت باش نحطها في اليوتيوب، مي قلت اليوم لازم نحطها في اليوتيوب بطريقه مفصله ما كاش كيفاه. جبت لكم اليوم هذه الكيكه وهي كيكه تريليتشا التركيه. هذه كيكه تقليديه معروفه عند الاتراك، تخدم بهذه الطبقه تاع البسكوي والكريمه وزيد يديروا لها من الفوق الكراميل. كما قلت لكم هذه الكيكه هما في الترك موالفينها وياكلوها بزاف، مي البسكويت تاعها يشمخوه بزاف بالحليب. هما والفوها ياكلوها هكذاك، والناس اللي يذوقوها لا بروميير فوا تجيهم بيزار كي يشوفوا البسكويت بزاف مشمخ. بعدها باني نقول لكم مشمخ بزاف. اليوم انا ما شمختوش كيما هما، خاطر ما عجبتنيش كي ذقتها هكذاك بزاف مشمخه. درت كميه محدده تاع الحليب قسما ناكلوها تجينا بنينه والبسكوي يجي مشمخ مليح. قبل ما نبدا في الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. الحاجه الاولى اللي رايحين نديروها نخدموا البسكويت تاعنا. البسكويت تاعنا نحتاجو فيه 5 حبات تاع البيض. هذه الوصفه كاين قالوا لي بزاف في الانستغرام البيض راهو غالي وتقدروا نقصوا البيض. هي الوصفه الاصليه تجيب 5 حبات تاع البيض، وانا الافضل نتبع الوصفه الاصليه. درت 5 بيض، كاس تاع السكر، ملعقه صغيره تاع لافاني، وقرصه تاع الملح، وملعقه كبيره تاع خل التفاح. خل التفاح يعطينا هشاشه بزاف هايله البسكويت، تقدروا تستغناو عليه مي بصح تانيك مليح. تقدروا ديروا خل التفاح، ولكن ما قلت لكم ديروا الخل الابيض. هكذا نطلعوهم مليح بالباتور على اقصى درجه، معناتها اقصى سرعه باش يطلع لنا تمتم. ولازم نحتاجو احنا القوام تاعو يكون كريمي. دوك تشوفوا هكذا كيما نديروا اي جينواز عاديه، لازم نطلعوا فيها مليح هذاك البيض مع داك السكر. بعدها نجيبوا هذا الغربال تاعنا باش نبداو نغربلوه في الفارينه ونديروا النواشف تاعنا. درت كاس تاع الفارينه كما راكم تشوفوا، انا الكاس تاعي يحمل 250 مليلتر. درت منه كاس تاع فارينه غربلته وزدت له باكي تاع خميره الحلوه معناتها 10 غرام هكذا، ونغربلهم. لازم نغربل كلش مليح. بعدها هنا لازم تجيبوا فوي ولا اون سباتول هكذا، وتبداو تدخلوا في هذيك الفارينه هكذا من الفوق للتحت بلا ما تهبطوا هذاك البيض اللي طلعناه، خاطش من بعد تجيكم رقيقه وحنا نحوسوا تجينا خفيفه وتجينا اسفنجيه. الاخر تاعنا البسكويت تاعنا هكذا غير بالعقل. نكونوا وجدنا من قبل سنيبه وسخنا الفرن. هذه اكيد لازم نديروها الفرن مسخن على 180 درجه، وسنيوه نكونوا درنا فيها ورق الطهي باش من بعد حنا نقلبوها البسكوي. ماداك تشوفوا الطريقه تاعهم كيش يديروا هما هاد الكيكه لازم نقلبوها. هنا جبت سنيوه تاعي الطول تاعها 30 على 40، الطول 40 والعرض تاعها 30 هكذا، معناتها هذه سنيوه تجي كبيره شويه. حطيت فيها المزيج تاعي هكذا ونسي نوصلوا الكامل السنيوه، وتكون بنفس معناتها بنفس واسمو يكون مستوي على السنيوه، باش ما يكون ما تجيش جهه هابطه وجهه طالعه. ونخبطوا السنيوه تاعنا فوق سطح العامل هكذا باش تجينا كامل متساويه. وشفتوا انا درت بسباتول. من الافضل تكون عندكم سباتول في الدار، كاين الناس بالك يستخدموا غير المغرف، مي اشروا سباتولا مليحه لهاد الشوفه خاطش تهبط لكم كلش. ندخلوها طيب ونروحوا نحضروا الشربات تاعنا. هنا عندي 700 مليلتر تاع الحليب. 700 مليلتر تاع الحليب هما يديروا في هذه الكيكه في سنيوه كي تكون 30 على 40 يشمخوها بليتر تاع حليب، ليتر كومبلي تاع حليب، ويزيدوا لها كاس تاع كريمه الطبخ الخاصه بالحلويات. انا تبانت لي بزاف تجي مشمخه وعلى بالي ما راح تعجبكمش كي سورتو اذا دقتوها لا بروميير فوا. على بها درت 700 مليلتر تاع الحليب وزدت لها 2 بايط تاع دانات فاني باش تنكهنا الحليب. هي اختياريه تنكيه بهذه الباطا دانات فاني، مي انا باش تعطينا بالنهايه لا تانيك البسكوي وما تجيناش فيها غير دوق الحليب. انا صراحه ما نحبش دوق الحليب يجي وحده. هكذا نكونوا كملنا الشربات ونحطوها بجاه. كما قلت لكم 750 مليلتر تاع الحليب طيح لكم حوالي 3 كيسان. هنا رحت جبت البسكوي تاعي بعد ما طاب كما راكم تشوفوا، نحيته من سنيوه. حكمت السنيوه تاعي دهنتها بالزبده هكذا، دهنتها بالزبده، والبسكوي كنت نحيته حطيته في سنيوه واحده اخرى. شوفوا البسكوي حطيته في سنيوه واحده اخرى، ونروح نحط الوجه تاع البسكوي اللي طابع عليه على الاسفل تاع السنيوه، على الجهه التحتانيه تاع السنيوه. معناتها البسكوي تاعنا راح نقلبوه على وجهه هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش النتيجه. من بعدك نحيو هذاك الكارط اللي درت الكارط تاع ورق الطهي. دوكا حنا راح نشربوه على هاد الجهه باش تشرب لنا مليح هذاك السيرو تاع الحليب. هكذا نخلو البسكويت تاعنا يدفى شويه، معناتها ماشي هو سخون، ونشربوه
ونجو نجيبو الحليب تاعنا هكذا، هذاك اللي كني نكهناه بلا فاني تاع الياغورت هكذا، ونشمخوه هكذا. ديروا كامل الكميه. هي ما راحش تجينا كيما تاعهم هذيك، معناتها هما كيما قلت لكم يشمخوها بليتر تاع حليب ويزيدوا لها كاس تاع كريمه الطبخ. انا استغنيت على كريمه الطبخ وعوضتها بدانات فاني هكذا، ونحطوها بجهه. نروح نحضروا طبقه ثانيه وهي الكريمه. في ريسيبيون درت كاس تاع بودره الشونتيي، كاس تاع بودره الشونتيي، وزدت معها كاس تاع حليب بارد، لازم يكون بارد الحليب. ونطلعوهم مليح، طلعوهم مليح هكذا على اقصى درجه، على اقصى سرعه عفوا. من الافضل خيروا تكون ماركه مليحه على شونتيي. انا نخدم بلونش ناج، هي المليحه اللي طلع لكم، تتباع بالميزان. درت كاس بودره شونتيي نعاود لكم، وكاس تاع حليب يكون بارد، ونطلعوهم هكذا مليح بالباتور حتى وين تحصلوا على هاد الكريمه البيضاء الشابه هكذا. ونجو نديرو بها طبقه فوق هذيك البسكوي اللي كنا شمخناه كما راكم تشوفوا هكذا. وهنا نليسيوها مليح. شوفوا هذه تانيك من الافضل تكون عندكم هذه كوبات، تجي هكذا بيضاء، من تتباع قيله 10000 ولا 8000. تفيدكم بزاف سورتو في لاباتيسري ولا هكذا باش تسويوه بها لي كريم تاعكم، سورتو كيما لا كريم شونتيي هكذا. نليسيها مليح، نديرها طبقه تكون مستويه من كامل الجهات هكذا باش تخرج لنا شابه وتخرج لنا بزاف هايله. بعد ما نديروا لها مليح هكذا نحطوها من الافضل نحطوها في فريجيدار ما بيد باش تروح هذيك الكريمه. ما بيد نروحوا نخدموا الكراميل تاعنا. هنايا في كاسرونه عفوا تكون ثقيله مليح، درت فيها كاس ونص تاع السكر. الكاس تاعي يحمل 250 مليلتر، درت كاس ونص تاع السكر وعلى نار تكون قليله هكذا حتى من نحصلوا على كراميل، معناتها مع التحريك المستمر هكذا حتى من يذوب لنا هذاك السكر. من الافضل تستخدموا مغرف تاع حطب هكذا كيما راكم تشوفوا، ما تخلوهش اللون تاعو يغمق بزاف. وهنا بعدها بعد ما يذوب هذاك السكر ولنا كراميل، ندير له 2 مغارف كبار تاع الزبده، ما يكونوش معمرين مليح. المغارف تاع الكبار معناتها غير هكذا قيس ما تكونش معمره مليح. ونخلطوا مليح هذيك الزبده مع هذاك الكراميل حتى وين يتمزجوا لنا مليح. ولا عادي اذا ما تمزجوا لكمش مليح نورمال، كي نضيفوا الحليب راح يتمزجوا، ومن بعدك نضربوهم بالميكسور خاطرش. هنا بعدها انا ضفت الحليب، راح لهذاك المقطع كي ضفت فيه الحليب. راك تشوفوا داك الكاس اللي درنا به السكر، هذاك الكاس ديروا كاس ونص تاع حليب يكون سخون، وضيفوه فوق هذاك الكراميل اللي كنا ضفنا له الزبده. معناتها كاس ونص تاع حليب يكون سخون، تكونوا سخنتوه مليح بنفس الكاس اللي درنا به السكر. انا هذاك المشهد راح لي هذيك اللقطه. بعدها نخلطوهم مليح، وكي بدا يغلي نجيب مغرف كبيره تاع المايزينا، كنت فتحتها مع شويه تاع حليب، درت له مغرف كبيره تاع المايزينا، ونحطها في هذاك الكراميل ونخليها حتى وين تعقد. بعدها نحو الكراميل تاعنا من الكاسرونه، ونجي نديرو في هذا في طاس تاع الميكسور، ونزيد له بطاطا دانات كراميل، هذه دانات ماكسي كراميل اختياريه، ونجو نميكسيو كلش بالميكسور كيما راكم تشوفوا هكذا حتى يتميكس لنا مليح هذاك الكراميل. كيما قلت لكم المشهد تاع الحليب كي ضفتو عفوا راح لي، معناتها بنفس الكاس اللي درنا به السكر كاس ونص تاع حليب يكون سخون، ودرنا مغرف كبيره تاع المايزينا، فتحناها مع شويه تاع حليب باش يعقد لنا داك الكراميل. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ميكسيتو خليتو يدفى شويه، معناتها ما خليتوش يدفى بزاف. انا كيما راكم تشوفوا مازالو سخون شويه، من الافضل تخلوه يدفى شويه باش تحافظوا على ديك الكريمه تاعكم ما تفسد لكمش هكذا. ونجي نمشيه بهذه الطريقه. بعدها بعد ما يشد روحو شويه نجي ندير هاك تشوف ديك لا شونتيي اللي درتها، نحيت منها شويه برك، خففتها مع شويه حليب باش تولي لنا سهله هكذا باش تخرج لنا ونشكلوها هكذا. خففتها بشويه تاع حليب ودرتها في لابوش، ودرت بها هاد لي زيكزاك فوق الكراميل تاعي باش من بعدك دوك نزينوها بالكوردون. شوف هنا نروحو غير بالعقل ونجيبو الكوردون تاعنا ونبداو نديروه هكذايا هاد الشكل كيما تاع الميلفاي بهاد الطريقه، يعطينا شكل بزاف شباب. ونزيدو من الجهه العكسيه تاعها
هكذا من بعدك نجو نقسموها ونقدموها بارده، هي تقدم بارده معناتها تجي بزاف هايله كي تكون بارده. خلوها مليح في الفريجيدار تبرد باش تقدموها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع النهار اليوم، وفي وصفه اخرى ان شاء الله.